قبل ما نبدأ الكلام صلي على النبي العدنان. بمناسبة المولد النبوي الشريف السعودي جاي لك بفيلم جديد من كوكب الأكشن والدراما الهندية المليئة بالأحداث النارية. كل اللي عليك تركز في البداية وتستمتع بالنهاية وشد فرامل هنا عشان هيبتدي فيلمنا. بيبدأ الفيلم بالساحر ليلى وهو بيعرض سحره على الناس وباين عليه ان هو متمكن جدا في موهبته في السحر. الراجل ده بيجيله بيقول له العصابة كلها جاهزة وبرحب بيهم بيقول لهم يا هلا والله بالحبايب والغاليين، انا جمعتكم عشان عملية خطيرة. ومرة واحدة بيمسك الراجل ده وبيقتله. بيقول لهم الراجل ده عميل في الانتربول وخاين بينهم كل المعلومات. وبقول لهم العملية يوم 31 مارس وهي انهم يجمدوا كل ارصدة البنوك في الهند. وبتنتقل بنا الاحداث للام دي وهي بتدعي لابنها، وها هو البطل البريء الابن المطيع ارجيه راكب عجلته ورايح على اكل عيشه. وبكون شغال امني في الكباريه ده وبقول الراجل ده ممنوع يا فندم تشرب برا، لكن بيمسكه من اللي يكتب وبيرميه على الارض والناس بتضحك عليه عشان بيكون ضعيف جدا. وامه بتقول له كل يوم تيجي كده متعور، لكن بيقول لها انه هو لقي شغل جديد. وبتقول له ما تخافش يا ضنايا هقعد ادعي لك لغايه ما ربنا يكرمك. وفعلا الصديق الاولى امه بتدعي له مكان ساب الكباريه. وتاني يوم ما بيلاقيهاش في البيت وبتكون سايبه له رساله ان هي راحت الهند في معبد هناك عشان تدعي له اكتر. وبتظهر عنايه وبتكون فنانه كبيره وبتقول الراجل ده مش محتاج اي مقدمات على المجله بتاعتي. وبتشوف ارجي وبتقول لهم مين ده؟ بيقولوا له انه هو السواق الجديد. وبتقعد تندى عليه وتقول له يا بابلو ولا بابلو. وبعدين بتمسكه وبقول لها حضرتك غلطانه انا ارجيه. وبيمشي لكن بتزعله وبتقول له سنه ونص وانا بدور عليك. وبطلع لها البطاقه وبقول لها بص كده اسم ارجيه. وبتقول له اقلع بنطلونك عشان بابلو في وحمه في اخر ظهره، لكن ما بتلقاش حاجه. وبيمشي وهو غضبان ان هي عملت فيه كده. وبيوصل لبيته وبيقعد يكسر في الحيط وبيطلع تليفون وبيتكلم فيه وبيسأل على واحد ضابط اسمه أسد خان، لكن اللي برد عليه ضابط تاني بيكون خاين وبيقول له حضرتك مين؟ وبيكشف له عن نفسه وبيقول له إن هو العميل بتاعهم بابلو وإن هو اتكشف. وبيسأل على عصابة ليلى وبيكذب عليه وبيقول له إن هم في السجن. وبيبلغ كل أفراد عصابة ليلى إن بابلو لسه حي وإنه مكانه اتعرف. وقبل كل حاجة تعال نرجع لورا سنتين يا صديقي ونفهم إيه اللي حصل بالظبط. الضابط أسد خان بيبلغ رجالته إن هم عايزين يوقعوا عصابة ليلى واللي هيوقعهم كلهم هو بابلو. وبقول لهم أنا عايز بابلو. وأول ما بيرجع بيته بابلو بقول له بتسأل عليا يا باشا قلت أجيلك. وبيتفق معاه إنه هو يوقع كل عصابة ليلى بما إنه أفضل هاكر في العالم مقابل المال، وانه هو هيشيله الملف بتاعه المليان بالجرائم الالكترونيه اللي عملها. وبيتفق معاه وبيسيبه وبيمشي. وبعدين بيروح الكباريه وكانت انيا بتتخانق مع خطيبها وعشان تغيظه راحت ادت وحده لبابلو لحد ما خطيبها مشي. وبعدين ادت بابلو فلوس لكن هو كمان ادها طلقه هنديه. ومن هنا بدات تحب وبتاخده تعرفه على اخوها ليلى. وبتكون احسن فرصه ليه ان هو يعرف كل حاجه عن العصابه وعن ليلى. وبيروح يسلم عليه لكن بيتفاجئ لما ليلى بيقول له انا عارف ان الضابط هو اللي بعتك عشان توقعني انا وعصابتي. وبترجع بين الاحداث من تاني. بابلو واحد بيجيله البيت وبكون خلاص هيخلص عليه لكن انيا بتضربه من ورا وبتنقذه، لكن الراجل بيقوم من تاني وبحاول يضرب فيه. لكن على مين؟ احنا معنا بابلو بن الجحدين بيقدر يصد كل حركاته والراجل بيضرب عليه نار، لكن بيهرب بابلو وبيركب مع انيا وبتاخده على شقة بتاعتها. لكن يأتيك الخازوق من حيث لا تدري يا صديقي. الرجالة بتعرف مكانه وبتضرب نار على الباب ده وبروح الجراج، لكن بيحوطوه من كل مكان وبيتلموا عليه وبيمسكوا انيا ويضربوها. تفتكر بابلو هيسكت؟ لا والله الجن اللي جواه بيحضر وبيضرب الاول بمكس متين والتاني عايز يضربه بشوبه لكن بيتفاداها. وبيركب على العربيه دي وبيطبقهم في بعض وبيخلص عليهم بالكامل. وليلى بيعاقب الراجل ده اللي فشل ان هو يقتل بابلو وبينيمه تنويم مغناطيسي وبيقول له اول منزل ابقى نط من هنا. وفعلا الراجل بينط وبيموت. وبابلو بيروح لدكتوره عشان بيكون اتصاب في التوته من ورا وبتخرج له الرصاصه. وبيركب القطر ده هو وانيا، لكن في عربيه بتخش في القطر وتدخل جوه القطر. وانا حمو الصعيدي عامل نفسي مصدق عشان افوروها المره دي وبهوجوها خالص. المهم كالعاده بابلو محدش بيقدر عليه وبينزل فيهم كلهم تخبيط. وبينزل من القطر بيلاقي العصابه كلها في وشه وبيضحكوا وبيقول لهم انا اللي جبتكم لحد هنا. وبيوريهم جهاز التعقب اللي في شنطه انيا لكن كلهم بيتلموا عليه. تفتكر اثر فيه؟ لا 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 والله بيضرب فيهم بوقع الاول على الارض وبيركب فوق القطر وبيضرب ده كمان، لكن الراجل ده بيثبته بالسلاح فبحط المطوه دي على رقبه انيا عشان هي اخت ليلى قائدهم. وليلى اول ما بيحضر بيقتل الراجل اللي رفع السلاح على اخته وبيكتف بابلو وبيرمي عليه سكاكين وبيقول هو الواد ده مشترك في قناه الصعيدي، لكن بيقولوا له لا فبيرمي عليه اخر سكينه وبتطلع فتيل قنبله وبعدين هوب
بتنفجر بيه كل القنابل، لكن بيكون ما ماتش وبيكلم أمه بيطمنها عليه. وليلى بيكون في المقابر بقول لهم كده ارتحنا منه، العملية زي ما هي يوم 31 مارس. وينيا بتكون زعلانة جدا على بابلو، وبابلو بيشوفه هو متأثر جدا، وبعدين بيظهر لها وبتكون عايزة تضربه بالشنطة، وبتقول له كل شوية تقعد تخلع فيا، وبيكشف لها حقيقة أخوها. بيقول لها لما كنت عندكم في الحفلة ليلى عرف كل حاجة وقال لي أنا عارف كل حاجة بينكم انتوا الاتنين انت والظابط. وبعدين خدني وقال لي لازم ان احنا نتجسس عليه، ادخل دلوقتي وهكر كل الملفات بتاعت الظابط. والراجل ده بيرفع عليه السلاح، وليلى بقول له قدامك 5 دقايق، والراجل بيكون خلاص هيخلص عليه، لكن بيقدر بابلو يهكر كل الملفات بتاعت الظابط. وبابلو بقول لهم انا موافق اشتغل معاكم وانسى اتفاقي مع الظابط مقابل الفلوس طبعا. وهو بيتكلم في التليفون هوب في ناس بتخطفه، بيقولوا له فين ليلى يلا، لكن بيقول لهم ما عرفش حاجه عنه. وبيطلعوا عليه المسدس عشان يتكلم، وبكون خلاص هيخلصوا عليه وبرضه ما بيتكلمش، وبعدين بيسيبوه. وبكون اختبار عامله ليلى وبابلو بينجح فيه، وبيقدر يكسب ليلى ويكسب هو كمان فلوس كتير على حساب الناس الغلابه. والظابط خان بيجيله البيت ويقول له قدر ليلى يسحرك بسحره. وبابلو بيقول له ممكن يا باشا تشتغل معانا وتكسب فلوس كتير وتكسب الاحترام والتقدير، ولكن الضابط بيقول له ما فيش غير واحد بس هو اللي يقدر يمنحني الاحترام والتقدير، ربنا يا بابلو. وده كله كان بيفتكره بابلو. وهنا بتقول له اكتر 2 حبيتهم يطلعوا نصابين، انت ازاي تعمل كده وتخدع حتى امك؟ لكن بابلو بيقول لها مش امي، انا ما عنديش ام. بقول لها انا شفت واحده وابنها البنك كانوا عايزين يحبسوها، والام دي حكيت لي ان جوزها كان عايز يسحب قرض، واول يوم الاجراءات كانت تمام، لكن بعدين هكروا البنك، والبنك طلب مننا ان احنا نسدد، جوزي ما استحملش وانتحر ومات. وبابلو بيحس بالذنب وبيقعد يبكي وبيستغفر ربنا على كل الغلط اللي عمله، وبيقرر ان هو يتوب. وبيروح للام دي ويقول لها من النهارده اعتبريني ابنك، وبيترمي تحت رجليها. وبيتفق مع الضابط انه هو يوقع كل عصابة ليلى، وبيحاول يمسك اي دليل، وبيدخل فلاشة وينسخ عليها كل المعلومات، لكن بيعرفوا وبيمسكوا بابلو قبل ما يخرج، لكن الحكومة بتحضر في المكان وتقبض عليهم كلهم. وليلى اول ما بيعرف بيتفاجئ وبيقول عملها بابلو. لكن ام بابلو بتروح لليلى وتقول له انا جيت النهارده عشان تقبل ان بابلو يتجوز إناية اختك، وما بتكونش عارفة حاجة عن ليلى ولا عن بابلو. وبقول لها ايوه اتفضلي يا حاجه ورني على بابلو عشان يجي. وبتكلم بابلو وتقول له ان هي عند ليلى وان هو لازم يجي عشان يتفقوا على الفرح. وبروح بابلو معاه هديه عشان امه ما تعرفش حاجه عنه، لكن كل الرجاله بترفع عليه السلاح، لكن في واحد من رجاله ليلى بيرفع على ليلى السلاح وبقول له خليه يمشي. وبابلو بيعمل حركة بعينه، وبنفهم ان بابلو هدد الراجل ده بفيديو ليه، عشان كده رفع السلاح على ليلى. وبروح بابلو عشان يمسك كل عصابة ليلى، وبيبدأ بالصين. كل التلاميذ بتتلم عليه عشان عايز يمسك المدرب بتاعهم، وبكون خلاص هيقتلوه، لكن بيقدر يخلص عليهم بالكامل، وبخش في قتال شرس مع المدرب، لكن بابلو ما بيكونش سهل وبيقدر يضربه ويخلص عليه. وبروح لتاني واحد لكن بيقول له انت، وبقول رجالته خلصوا عليه، لكن بيضرب ده من رجله وبيحاول يخلص عليهم، وبيمسك ده من ايده وبيلفه وبيرميه على الارض، وبكون عايز يهرب بالطياره، لكن بابلو بيلحقه وبيضربه ضرب جامد وبيرميه من الطياره. وليلى بيكلم رجالته عشان يخطفوا ام بابلو، وبتكون جايه من الهند وبيقدروا يخطفوها. وبيعرف بابلو ان ليلى خطف امه، وبروح مع الرجاله عند ليلى وبيسلم على امه اول ما بيشوفها، وبتكون معاه إناية. وليلى بيقول لها ابن كبار قوي بيكي، وبعدين بينوم امه بسحره، لكن بابلو بيقول له يا ويلك يا سواد ليلك يا ليلى، لكن بيقول له يا بابلو ما تتهورش وبيجري منه. لكن بابلو بيكسر الباب ويخش له وبيبعت له رجاله عشان يقتلوه، لكن بيطلعوا سراب وخدع عاملها فيه، وبيخش المكان ده وبيحرك ليلى كل الحجاره دي عشان تخلص على بابلو، وبيقدروا يضربوه ضرب جامد، لكن بابلو بيكسرها كلها. وبيروح المكان ده وبيطلع له رجاله عشان تضربه، لكن بابلو بيخلص عليهم بالكامل وبيضربهم كلهم، وبيحاول يدور على ليلى في الملايات دي، لكن بتكون خدع عاملها فيه، وبيكسر الباب ويخش له وبيقول له انت بتلعب مع افضل هاكر في العالم، وبيضرب الرجاله دي كمان. وبيروح على الكمبيوتر وبيحاول يوقف اخطر عمليه الليله بتاعه 31 مارس، وبيضرب ليلى ضرب جامد بيخرشم له بقه. وبيتفاجئ ليلى لما بيلاقي العمليه بتاعته على الكمبيوتر وقفت،
بيسكت وبيبص على بابلو، وبابلو بيعمله الحركة بتاعته وبيغضب جدا، وبعدين بابلو بيربطه بجنازير ويولع في المكان، وبابلو بيتجوز عناية وامه بتهزر مع عناية وبيخلص فيلمنا. يا ريت لو عجبك الفيلم ما تنساش تشترك في القناة وتدوس لايك وتفعل الجرس عشان يوصلك كل فيديوهاتنا. معلش وجعنا راسكم، وكل سنة وانتم طيبين. مع السلامة رجالة، وانتظرونا في اللي جاي.